بداية النجاح في حياتنا هو الوعي الذاتي. يعني مهم ان انا ابدأ افهم انا مين، يعني نمطي ايه، وبناء على كده هبدأ افهم التصرفات والسلوك اللي بيصدر مني ليه، وبعد كده اقدر ان انا اتواصل مع الناس اللي حواليا. هنجح في حياتي العملية لما ابدأ افهم نمطي الشخصي وافهم انماط الناس اللي حواليا. هبدأ انجح في الحياة الاسرية لما اعرف نمطي الشخصي ونمط الناس اللي معايا في العيلة. هبدأ انجح لما اعرف الفريق اللي انا شغال معاه نمطه الشخصي ايه، وبيتصرف وبيصدر من السلوك ده بناء على ايه. وده مهم جدا النهارده نتعرف على الانماط الشخصيه الاربعه. فلو انا مدير في المكان مهم ان انا اعرف كل واحد شغال معايا نمطه الشخصي ايه عشان اقدر احطه في المكان المناسب ويحقق المهام المطلوبه منه. تعالوا النهارده نتعرف على النمط. اول نمط عندنا النهارده وهو النمط المتفرد او العملي. النمط ده كده هتلاقيه نمط قيادي حازم صريح، بيحب دايما انه يكون مسيطر وانه يكون رقم واحد، عينه دايما على الاهداف وعلى النتيجه، ما بيحبش التفاصيل، ما تدخلش معاه في تفاصيل كتير، اديله النتيجه النهائيه. شخص هتلاقيه عملي اكتر، الحب بالنسبه له مش كلام، الحب بالنسبه له فعل، العمل بالنسبه له حاجه مقدسه جدا، فتلاقيه بيحب شغله جدا جدا جدا. الشخص ده هتلاقيه ناجح في شغله من الدرجه الاولى، هتلاقيه كلامه بسرعه جدا، هتلاقيه مشيته بسرعه جدا، حد وصارم وواضح. بعد كده هندخل على النمط الثاني وهو النمط التعبيري. النمط التعبيري كده هتلاقيه شخص محبوب، شخص قيادي، بس بيحب يعمل علاقاته قبل المهام. يعني عشان يشتغل شغل معين لازم يحبه ويحسه الاول. هتلاقيه شخص مبدع، بيفكر دايما خارج الصندوق، مش تقليدي، دايما بيحب الجو الاسري في مكان العمل بتاعه. تلاقيه دايما كده دايما الفريق بتاعه بيقعد يفطر معاهم، بيحب دايما يستمتع بالناس وبعلاقته بالناس. الشخص ده ما بيحبش ان هو يتشال من مكانه كده فجأة، ما يحبش انه يتنقل من مكانه. الشخص ده هتلاقي عنده خيال واسع، هتلاقي عنده طاقة ايجابية عالية جدا في المكان اللي هو فيه، بيحب دايما التقدير والمدح لما تيجي تطلب منه حاجة. مشكلته انه بيتعصب وبيتنرفز بسرعة وبيتخذ قراراته بناء على مشاعره وعاطفته. ثالث حاجه الشخص التحليلي. الشخص التحليلي ده بقى لابس القبعه السوداء دايما، هتلاقي كده شخص دايما بيبص على السلبيات، شخص دايما بيبص على الحاجات التشاؤميه شويه، لان هو بيحب التفاصيل وادق التفاصيل في المعلومات اللي بتجيله. شخص دايما عنده تأني، بيحب الوحده، بيحب لما يتخذ قرار بياخده بتأني شديد جدا، يعني مش مبادر. هتلاقيه كده عنده تأني في كل حاجه بيعملها، هتلاقيه مستمع جيد جدا للناس اللي حواليه، هتلاقيه شخص مش مبادر. الشخص التحليلي بيحب دايما النتائج، بيحب الحقائق، بيحب دايما يعمل دراسة جدوى للحاجة اللي بيعملها. فعشان تكتسب الشخص ده لازم تديله معلومات بدقة وبتفاصيل. اخر حاجة ورابع حاجة هو الشخص الودود او الودي. هتلاقيه كده قريب من النمط التعبيري في العلاقات، بس ده بزيادة قوي. ده بيحب الجو الاسري جدا في الشغل، بيحب الناس قوي 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 قوي، بينغمس معاهم في مشاكلهم، فبيشيل مشاكل الناس ويمشي بيها. هتلاقي الشخص ده ما ينفعش يتخذ قرار، ما ينفعش يمسك مكان او منصب قيادي. هتلاقي الشخص ده دايما بيحب يساعد الناس اللي حواليه وبيساعد بحب فعلا. الشخص ده ما بيحبش يخرج من منطقة الراحة، يعني بيحب الروتين جدا، شخص مستقر جدا. بس مشكلته ان هو ما عندوش التزام في المواعيد ولا في اي حاجة، هو مرن بزيادة، مش بيحب النظام قوي. الشخص الودود ده دايما عينه على الناس، دايما عينه على مشاكل الناس، بيفرح لفرحهم وبيزعل لزعلهم، هو شمعة تحترق من أجل الآخرين، فما ينفعش يمسك منصب قيادي. مهم جدا أتعرف على كل نمط في دول وأبدأ أفهم نفسي أنا أني نمط، لأن ممكن تلاقي نفسك أنت واخد من كل نمط جزء، بس في جزء سايد عليك أكتر هو ده النمط بتاعك. فمهم ان انا ابدا اتعرف على النمط الشخصي بتاعي وابدا اتعرف على الناس اللي حواليا عشان اعرف ان كل واحد ليه مفتاح غير التاني، كل واحد ليه تصرف غير التاني، كل واحد بينجح في حته معينه. فما فيش حاجه حلوه وحاجه سلبيه، لا، هو كل واحد ده نمطه الشخصي اللي بيتعامل فيه معانا في الحياه. فلازم ان انا افهم نفسي وافهم الناس اللي حواليا عشان انجح في حياتي. شكرا لكم.